عمرك سألت نفسك هو لما الجن بيموت ايه اللي بيحصل؟ ازيك يا حكواتي، عامل ايه؟ انا النهارده جاي لك بقصه مستحيل انها تتكرر مرتين ورا بعض في العالم اللي احنا عايشين فيه ده، لان وارد حدوث القصه دي ضئيل جدا جدا جدا، يكاد يكون معدوم. المعروف ان الانسان لما بيموت بنزعل عليه، بندفنه، ممكن نعمل له جنازه، لكن الجن مختلف عننا تماما. عايز اقولك ان انا جسمي بيقشعر وانا بقول الكلام ده وبفتكر كل اللي حصل. القصة دي حصلت معايا فعلا وحقيقية 100%. فقبل ما نبدأ ما تنساش تلبس السماعات في ودانك وتطفي النور وتعمل لايك للحكاية دي واشتراك، ويلا بينا حكواتي نبدأ حكاية النهاردة، وهي ماذا يحدث عندما يموت الجن. يلا. الحكاية وما فيها إن أيام تالتة ثانوي بالتحديد كنت ماشي أنا وواحد صاحبي ومتأخرين جدا على الدرس بتاعنا، وكان الطريق للدرس ده موجود منه طريقين. في طريق بيعدي على المقابر وده قصير جدا، وفي طريق تاني أطول وهو ده اللي غالبا بنمشي منه. بس في اليوم ده بالتحديد أنا كنت فاكر إن كان معانا درس تاني بعيد والميعادين متقاربين جدا من بعض، فملحقناش، فقلنا ان احنا نمشي في الطريق المختصر بتاع المقابر. في العادي انا قلبي بيتقبض لما بمشي في الشارع ده، ما تعرفش ليه. مكان فيه ميتين وبيفكرني بذكريات وحشة، لكن المكان ليه هيبة ورهبة غير طبيعية. تحس ان هو مش مجرد مقابر، لا، ده عالم تاني، سر من اسرار الكون اللي محدش هيعرفها غير لما يموت بس. المهم ان احنا وبداية على اول الشارع انا قلبي اتقبض فعلا. انا فاكر كل احساس حسيته في اليوم ده. انا عايز اقولك ان انا دلوقتي جسمي مقشعر وحاسس بنفس الاحاسيس اللي حسيتها في اليوم ده. المهم يا حكواتي، من اول الشارع واحنا كنا سامعين صوت بكا، انين، صوت ناس بتعمل اصوات مختلفة او صوت هبد على الارض بطريقة منتظمة. انا مركزتش وقلت افتكرت انها جنازة عادية، لان توقيت كان وقت مغرب تقريبا، فقلت عادي جايز تكون جنازة. دايما انا وصاحبي بنحب نهزر وبنضحك لان احنا كنا في الوقت ده صحاب جدا جدا جدا. واحنا ماشيين وقربنا نوصل من البوابة الرئيسية بتاعت المقابر. اه المقابر ليها اكتر من باب، ابواب صغيره بتسهل على الناس الدخول بدل ما هو يلف جوه حوالين المقابر او شواهد القبور اللي موجوده. بس الباب الرئيسي لونه مميز، كان لونه اخضر عليه كتابات وايات قرانيه. مش هو ده الموضوع. الموضوع لما احنا قربنا، انا كنت ماشي ناحيه المقابر وصاحبي الناحيه التانيه. انا وماشي لمحت بطرف عيني ناس كتيره لابسه عبايات سودة. لا، هما مش ناس، دول جن. ده اللي انا اكتشفته بعدين. كانوا لابسين عبايات سودة وعندهم حوافر في رجليهم مش زينا، ولابسين شيلان سودة طويلة بنفس طول العباية بس مغطية راسهم. وفي ناس تاني منهم كانوا لابسين أحمر، بس دول ما كانوش عندهم رجلين أصلا، تحسهم إن هم كانوا طايرين. الحد بتاعهم في الأرض هو حد العباية، والعباية مرفوعة شوية عن الأرض، وكانوا شايلين صندوق كبير اسود. انا اتخضيت لاني لمحت كل ده في ثانية واحدة بطرف عيني، بس صاحبي اخد باله ووقف. انا من الخضة ومن الرهبة خدت لي كام خطوة قدام، وكنت بتكلم معاه وبحكي، وفجأة ببص جنبي ما لقيتهوش، ببص ورايا لقيته واقف قدام باب المقابر وباصص على اللي بيحصل ومركز ومتنح. انا من غير ما احس جريت عليه وشديته وخدته وطلعنا بينا على الدرس. واحنا ماشيين في الكام خطوة وخلاص هنوصل على الدرس، عمال بكلمه وهو متنح خالص، فاتح بقه كأنه شاف حاجة ما كانش متخيل ان هو ممكن يشوفها في حياته. بحاول اكلمه وهديه، جايز تكون صدمة عصبية، بس هو مش بيستجيب لأي حاجة. خدنا الدرس، كل ما اكلمه ما يردش عليا ومتنح،
وكان كل شوية يفضل يهز في راسه وفي دماغه ويفضل عامل الحركة اللي أنا بعملها دي بطريقة مش طبيعية، وكأن في حاجة مسيطرة عليه أو هي اللي بتتحكم فيه. بعد كده لما خلصنا الدرس حسيت إن أنا مش هينفع أسيبه، ده برضه صاحبي، فقررت إن أنا أطلب تاكس وأروحه لحد البيت. وإحنا ومروحين شفت نفس الأشخاص اللي كانوا في المقابر واقفين في أماكن مختلفة في الطريق لحد ما نروح. كنت بلمحهم أو بتخيل بيهم، بس صاحبي بمجرد بس ما يشوفهم أو يلمحهم كان يقعد يصرخ في التاكس. السواق بتاع التاكس فضل يسألنا هو ماله أو أنتوا شايفين إيه أنا مش شايفه. أنا رديت عليه بمنتهى الهدوء علشان مش عايز الموضوع يكبر أو إن السواق ينزلنا، اللي ما عنديش استعداد إن أنا أشوف الكائنات دي تاني، أو على الأقل في الحتة المقطوعة اللي بناخد فيها الدرس. المهم روحنا وقعدت اخبط على باب بيتهم محدش بيرد، اخبط على باب بيتهم محدش بيرد. كانت التليفونات قليله في الوقت ده، صاحبي ما كانش معاه تليفون وانا ما كانش معايا رقم ابوه او امه. فضلت اخبط 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 وارزع لحد ما الجيران اللي في البيت اللي حواليه حد منهم طلع وقال لي هما مش موجودين، انت عايزين ايه؟ بص كده لقى صاحبي، قال له ما تفتح وتخش. بصيت له وكلمت الراجل وقلت له اصل هو تعبان شويه ومعهوش مفتاح. راح كلم ابو صاحبي وحكى له ان ابنه تعبان. ابو صاحبي ده جه مخصوص من الشغل، فتح لنا الباب ودخلنا صاحبي جوه وقعد يسالني هو ماله. انا معرفتش اقول له ايه، اقول له اللي شفناه واحكي كل حاجه بصراحه، ولا اقول ان هو تعبان او حاسس بصدمه عصبيه ولا حاجه من الحاجات دي. معرفتش وترددت. في حاجه من جوايا كانت بتقول لي اسكت خالص، ما تحكيش اي حاجه، والإحساس ده كان ملازمني فترة طويلة هتعرفها بعدين في القصة. المهم عدى أول يوم، ما كانش فيه دروس في اليوم ده، فبالتالي ما تقابلناش، حتى هو ما جاش المدرسة في اليوم ده. تاني يوم بعد ما جيت من المدرسة هو برضه ما حضرش تاني يوم، بس اكتشفت إن أمه كلمت أمي وبتسألها أنا فين وعايزاني ضروري. أمي سألتني هو في إيه أو هي ليه عايزك تجيلها. قلت لها معرفش، جايز يكون صاحبي تعبان ولا حاجة فعايزاني. المهم أنا رحت له اليوم ده، شفته وهو نايم على السرير باصص للسقف كأنه بيشايف حاجة أو بيكلم حد إحنا مش شايفينه، بس طول قعدته عمال بيتمتم بكلام غريب مش مفهوم، كأن في حد بيقول له قول الكلام ده. أبو صاحبي كان خلاص قرب يعيط من الصدمة اللي شايف ابنه فيها. قال لي بص، مفيش غيرك كان معاه في اليوم اللي رجع فيه كده، ده بقالي يومين على الحال ده وانا مش عارف اعمل ايه. وديته المستشفى وقال لي ان هي صدمة عصبية ادت للحال اللي هو فيه ده، بس اللي ابني فيه ده مش حالة عصبية، انت الوحيد اللي عارف ابني ماله ولازم تقولي. احساس لسه ملازمني، مش قادر احكي ومش هينفع احكي اصلا، ولو هحكي هقول ايه؟ المهم ان انا قلت له معرفش اي حاجة، سبته ومشيت وحاسس ان في حاجة بتراقبني من بعد ما طلعت من عنده في البيت، بس كنت كل ما ابص ورايا ملاقيش حاجة. لحد ما في مرة كنت ماشي قريب جدا من عمود نور والظل بتاعي طلع، بس الظل بتاعي لما ظهر في النور ظهر معاه ظل تاني اكبر اطول، بس انا كان عندي رجل ظاهرة هو ما عندهوش، كان طاير زي الناس اللي كانت طايرة في المقابر اللي لابسة احمر. فاكرهم يا حكواتي؟ بعدها قلت يمكن تهيؤات ومشيت، والموضوع ده اتكرر تاني لما كانت يافطة كبيرة منورة إضاءة فرشة حبة حلوين جدا من الشارع، بس المرة دي الظل ده ما بقاش ظل واحد، دول بقوا 2 لأ 3، دول كتير كتير قوي حواليا وحوالين ظلي. أول لما شفتهم خدت نفسي وقعدت أجري 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 لحد ما وصلت البيت. دخلت جوه أوضتي وقفلت على نفس الباب وانا بنهج وقلبي ده هيتخلع من مكانه، مش متجاري لا، من الرعب. حط نفسك مكاني في الوقت ده، واحد عنده 18 سنة وشايف فيلم الرعب ده بيحصل حواليه ومش لاقيله تفسير. عدى يوم والتاني، بس حياتي انا كمان بدأت تتغير. بدأت تتغير حكوات. مرة كنت داخل الحمام وبفتح الباب ولقيت حد قاعد جوه في الحمام مستنيني، بيبصلي بصة كلها رعب وكأنه عارف ان انا اللي هخش الحمام دلوقتي. انا قفلت الباب وصرخت صرخة هزت البيت كله،
ابويا وامي جريوا عليا في ايه. كنتش عارف اخد نفسي. قلت لهم في في حد جوه في الحمام. لما فتحوا الحمام ما لقوش حاجه. قالوا لي بس انت بتهيألك ولا حاجه علشان احنا بالليل. قلت لهم لا مش بتهيألي، انتوا مش عارفين حاجه. ابويا قال لي طب احكي لنا انت بقى في ايه. في نفس الاحساس بيتكرر جوايا ان انا ما ينفعش احكي اللي انا شفته او اللي بيحصل لصاحبي. بس قعدت ساكت. قلت لهم لا مفيش، انتوا عندكم حق، هو الوقت متأخر وانا كان بيتهيألي. تاني يوم الصبح انا رايح اشرب ميه من المطبخ، شفت ظل حد داخل وماشي ناحية المطبخ بسرعة جدا. انا خفت ومدخلتش المطبخ اصلا. انا ونازل شفت حد طويل واقف، بس طويل لدرجة ترعبك. هو شكله شكل البني ادمين، بس اللبس مش لبسنا خالص. ما عندهوش حوافر ورجليه ظاهرة، بس بصاته ونظراته ليا كأنه بيقول لي أنا مش فاضي غير ليك أنت وحرقبك أنت بس. أنا بصيت له وقعدت أجري 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 ورحت المدرسة. مع ضغطة اليوم وزحمة اليوم واللعب بتاع اليوم حاولت إن أنا أنسى شوية. طلعنا فسحة ورجعنا تاني، بس أنا وفي الفصل بعد الفسحة وأبص على الإزاز وضرفة الشباك كانت مواربة شوية. شفت انعكاس نفس الراجل اللي كان بيراقبني لما طلعت من البيت. ساعتها انا اتخضيت وصرخت والدنيا كلها لفت بيا وحسيت ان انا اغمى عليا. بفتح عيني لقيت نفسي على السرير في بيتنا. ابوي بيقول اللي بيحصل لك ده مش طبيعي. ايه اللي حصل؟ وايه اللي حصل لصاحبك؟ ابوه لسه مكلمني دلوقتي بيقول ان هم عايزينك تاني. في حاجة مش طبيعية. انت هتحكي لي كل حاجة دلوقتي علشان نلحق نلم الدنيا لو في اي حاجة حصلت. احساس جوايا بيتكرر ان انا ما ينفعش احكي اي حاجه. حاسس ان الموضوع اكبر مني ومن صاحبي ومن اهالينا كلنا. حاسس ان لو حكيت هيحصل لهم نفس اللي بيحصل لنا. ابو صاحبي جالنا البيت وقال لي انت لازم تحكي. قلت له مش هينفع احكي، وهحكي ايه اصلا وهو مفيش حاجه. قال لي طب تعالى انا عايز اوريك حاجه. قال لي احنا هنيجي عندنا البيت. وفعلا رحت بيت صاحبي ودخلت عليه الاوضه. شفته في حاله صعب عليا فيها، قاعد بيكلم نفسه وبيبكي نفس صوت البكا اللي سمعته لما كنا ماشيين في طريق المقابر. وما كنتش عارف اقول له ايه، بس ببص على الحيطان لقيت كاتب رموز غريبة وكاتب حاجات كتيرة. من وسط الحاجات دي اسمي كان متكرر في مربعات معينة موجودة على الحيطة. قال لي احنا صحينا من النوم لقيناه عامل كل الحاجات دي على الحيطة. انا كتفته وربطته في السرير علشان ما يعملش في نفسه اي حاجة او يعمل اللي هو بيعمله على الحيطان ده تاني. قال لي انت عارف اللي هو كاتبه ده ايه؟ ده سحر وطلاسم وحاجات كفر كلها. مش هو ده الغريب. الغريب ان اسمك كان متكرر على الحيطة بطرق كتيرة ومختلفة. بص اسمك اهو، بص اسمك اهو، بص اسمك اهو، ومربوط بأرقام. وفجأة باب الشقة خبط علينا وجانا واحد هو لابس لبس الشيوخ لكنه مش زيهم. يعني ما عندهوش دقن كبيرة ومش باين عليه ان هو كبير او عنده خبرة بالمواضيع دي. بس مجرد ما عيني جت في عينه وهو قال اعوذ بالله واتخض خضة غريبة كأني عفريت او جن شافه. مرضيش يسلم عليا من كل الناس اللي قاعدين، وكان دايما بصاته ليا بصات كره ورعب وكأني أنا المقصود أو أنا اللي عملت في صاحبي كده. دخل جوه لصاحبي وقفل على نفسهم من الأوضة. سمعنا صوت صراخ، كنا شايفين من الإزاز ضلال كتير بتتحرك، مرة تبقى ضلال طويلة مرة تبقى ضلال صغيرة. لكن الأكيد أكيد إن الراجل ده لما طلع شاف حاجة ما كانش ينفع إن هو يشوفها. على وشه علامات رعب وعلامات ذهول. وأول لما طلع بصلي بصة كلها رعب وخوف مني. قال لي اسمع يا ابني، اللي انت فيه انت وصاحبك ده موضوع انا عمري ما شفته في حياتي ولا عمري هشوفه في حياتي. انت لو عايز صاحبك يخف من اللي هو فيه هتساعدني وهتقولي على كل حاجة انا اسألها لك. الناس كلها بتبصلي كلهم حواليا. حسيت ان انا محاصر من الجن ومن البشر. اول مرة الاحساس الداخلي بتاع ان انا محكيش ده يروح مني. قلت له حاضر هحكي كل حاجة. قال لي ها ايه اللي حصل؟ وحكيت له كل حاجة حصلت من اول لما كنا ماشيين في الدرس لحد اللحظة اللي احنا فيها دي دلوقتي.
هو كان في شال كده على كتفه، قلع الشال ده وحطه على راسي وقال لي أنا هقرا حبة قرآن، ما تخافش، غمض عينك هتشوف سواد في الأول، وأي حاجة تشوفها تحفظها، أي حاجة تشوفها تحفظها. وأنا بهز راسي من تحت الشال، غمضت عيني وبدأ يقرا حبة قرآن، يقرا يقرا يقرا. وأنا في كل ما هو بيقرا بحس إن جسمي بيتلج وبيتخشب مكانه، وبحس نفسي في حد بيكتفني جامد جامد. في لحظة واحدة عيني قفلت وشفت ضلمة، شفت نفسي في المقابر واقف، وصاحبي ده مربوط في شجرة كان متعلق فيها من ايديه ومرفوع لفوق. شفت ناس كتير، او هما مش ناس بقى، بس واقفين بطريقة، نصهم واقف بطريقة عشوائية والنص التاني واقف بطريقة منتظمة. ومن العدم ظهر 3، بس ما كانوش لابسين نفس اللبس اللي هم لابسينه، كانوا لابسين لبس فخم، لبس ملكي، وكأنهم ناس غير الناس اللي موجودين دول. وقفوا بصوا لأصحابي، وأنا كنت واقف بعيد وشايف كل اللي بيحصل ده. بصوا له وقالوا له إن أنت اتحكم عليك تيه وبالخرف، لأنك شفت وسمعت اللي ما كانش ينفع ولا تسمعه ولا تشوفه. انت اخترقت ناقوس وعهود خطر جدا بين عالم الجن وعالم الإنس، صدفة عمرها ما حصلت ولا هتحصل تاني، فما ينفعش تحكي اللي انت شفته. المهم، وبعد كده ايد الشيخ نفسها وكأن في نار مسكتها واتلسع، وشال الشال من على راسي، وكان فاضل ماسك في ايده وكأنه مش قادر يتحمل الألم اللي هو حاسس بيه. بعد كده عرف كل حاجة لما أنا حكيت له اللي شفته تحت الشال ده. جاب صاحبي من جوه وفك التربيطة اللي هم مربطينه بيها وحطه في نص الصالة، جاب مية وقرا عليها قرآن، واللي بقولك ده حصل فعلا يا حكواتي. فعشان نكمل متنساش بقى تعمل لايكك الجميل واشترك علشان نكمل بقى بقية القصة. وجاب المية بعد ما قرا عليها قرآن وقال لي صاحبي اشرب، وصاحبي زاح ايده، قال له اشرب ما تخافش، وبرضه زاح ايده، قال له دي فيها الشفا بتاعك. صاحبي بصله بصة مرعبة، بصة تخليك تخاف انك تكلم صاحبي ده تاني. قاله بصوت مش صوته، ومين قالك ان هو هيخف مهما يحصل؟ الشيخ رد عليه وقال له لا، ما هو هيخف وهيشفى بإذن الله. قال له الكلام ده في الحالات العادية، مش لما يخترق العالم بتاعنا ويشوف حاجات ما ينفعش ان هو يشوفها. انت عارف هو شاف ايه ولا سمع ايه؟ ده خلاص ما بقاش منكم، ده بقى مننا احنا. والشيخ كب عليه المية اللي كان بيقرأ عليها قرآن، وصاحبي فضل يصرخ يصرخ يصرخ، وبعد كده فتح بقه وحط المية دي في بقه بالعافية. صاحبي قعد يتشنج، كان خلاص روحه بتروح، مرة واحدة قعد يطلع شعر تخين وغليظ من بقه. كلنا كنا مذهولين ومش عارفين، بس أنا في ركن الصالة شفت نفس الكائن اللي شفته أول مرة، أبو حوافر والطويل اللي لابس أسود وفيه شال أسود ماسك جسمه كله لحد رجله. شفته وهو بيبصلي وبيعمل لي كده، وهي إشارة إن اللي هيحصل ده هيحصل معاك انت كمان لو بصيت عليه تاني. فضل الشيخ يقرأ قرآن يقرأ قرآن، وصاحبي كان التشنجات بتزيد عنده أكتر، والشعر اللي بيطلعه عنده بقى أكتر وأكتر وأكتر، ومرة واحدة فضل ينزف دم من مناخيره ومن بقه ومن عينيه ومن ودانه، وأي حاجة فيها فتحة في جسمه كان بيطلع منها دم، حتى شعره كأنه في حد خبطه عليه وينزل دم من راسه. الدم كان نازل بطريقة مستفزة ولونه لون أحمر غامق. أبو صاحبي وأم صاحبي قعدوا يبكوا ويصرخوا. الشيخ قال لهم محدش يقرب منه، سيبوه، ما تخافوش، هما بيحاولوا يوهمونا بس، ده مش دم حقيقي. وبعد كده جاب إزازة مية تاني، فضل يقرأ عليها بس المرة دي بصوت عالي علشان صاحبي يسمع القرآن وكمان المية. ومرة واحدة راح دلقها على صاحبي فضل يتنفض ويتشنج وهو على الأرض. بعد كده دخلوا ونقلوه على السرير، قال لهم هو دلوقتي متحصن مؤقتا،
انا حاجة بكرة. بعد كده بصلي، حط ايده على كتفي وقال لي يا ابني ما تنامش لوحدك النهاردة، خلي في ناس كتير حواليك، وبكرة الصبح على الساعة 10 أول لما تصحى تيجي على هنا على طول. أنا روحت وحكيت كل اللي حصل لأمي ولأبويا، فضلوا يطمنوني ويقولوا لي ما تخافش واحنا معاك. فضلوا معايا طول الليل. أنا ما نمتش في اليوم ده طبعا من كتر الرعب، بس كنت حاسس إن هم حواليا في كل حتة وفي كل مكان. ما بين كل نفس والتاني كنت حاسس إن في حد بيراقبني. كنت لما أغمض أو أبربش بعيني بس كنت بشوفهم، كنت بحس بوجودهم، لدرجة إن في مرة حسيت بهوا سخن بيطوف حواليا. كل ده في الكام ساعة اللي عبال ما ننام ونصحى علشان أروح لصاحب البيت والشيخ يكون موجود. وتاني يوم وفي نفس الميعاد اللي الشيخ قال لي عليه لازم أكون موجود فيه في البيت كنت موجود. لما دخلت البيت لقيت الشيخ موجود قبل ما أنا أجي، بس ما كانش لوحده، كان معاه حد تاني بيساعده. الحد ده كان ماسك شنطة سودا ولاففها حوالين كتفه كأنه ماسكها، كأنه فيها حاجات ما ينفعش إنها تتساب لوحدها. وبعد كده الشيخ فضل يقرأ قرآن في كل أركان البيت ويرش ملح في كل حتة، حتى على سرير صاحبي فضل يرش ملح، وحوالين السرير بتاع صاحبي فضل يرش عليه ملح وعمل خط حوالين السرير، وكأن الملح ده هو الحصن الوحيد لينا في الجلسة اللي هيعملها دلوقتي. فضل الشيخ يفضل يقرأ في قرآن يقرأ في قرآن. والراجل اللي كان معاه الشنطة اللي بيساعد الشيخ ده طلع بطرمان من جوه الشنطة فيه مادة سودا لزجة، وحطها على ايد صاحبي في كف ايده اليمين والشمال. وبعد كده قرب من ودنه وقعد يقول كلام انا ما كنت سامعه، مش طلاسم مش تعاويذ، بس كلام كأنه بيكلم حد جوه ودن صاحبي. بعد كده الشيخ اتنفض من مكانه ورجع لورا، وكأن في حاجة سمعها أو حاجة شافها خليته يبعد. بعد كده الشيخ طلع وأنا كنت قاعد في الأوضة. طلع بره وخد أبو صاحبي معاه. بعدين اكتشفت إن هو كان بيقوله إن إحنا لازم نروح المقابر، وفي نفس التوقيت اللي ابنك كان مركز فيه وشاف فيه اللي ما كانش المفروض يشوفه. وحكاله وقال له إن ابنه اتعمل له محكمة من الجن بتعاقبه على الحاجات اللي هو شافها، بس أنا كان حظي حلو إني مركزتش ومخدتش بالي من التفاصيل ومن الطقوس والرسوم اللي هم كانوا بيعملوها أثناء جنازة الجن، لأن الجن اللي مات ده ما كانش جن عادي، ده كان جن معمر بقاله 4000 سنة، وكان ملك من ملوك الجن، والقبيلة بتاعته قبيلة خطيرة جدا 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 في عالم الجن، فبالتالي ما ينفعش يشوف اللي كان المفروض يشوفه. وبالفعل في الوقت المحدد ده اللي هو وقت الدرس رحنا المقابر. كان معايا أبويا وأبو صاحبي وصاحبي والشيخ والمساعد بتاع الشيخ. بصلي وقال لي اللي انت شفته ده شفته فين؟ في نفس اللحظة اللي قال لي فيها الجملة دي المشهد بتاع الجنازة اتكرر تاني، وانا اترعبت ودخلت في حضن ابويا من الخضة من الرعب. وقال لي شايف ايه؟ قلت له شايف نفس اللي حصل هو. قال لي حلو، شايف ايه بقى؟ قلت له واقفين حوالينا، هم واقفين كلهم حوالينا وبيبصوا لي وبيبصوا لصاحبي. قال لي اثبت ما تخافش، محدش هيعمل لك حاجة طول ما انا معاك، ركز في صندوق اسود دلوقتي انت شايفه فين؟ شاورت له بصباعي على الحتة دي. جاب صاحبي ووقفه مكان ما انا شاورت وطلع نفس المادة اللي كانت في البطرمان اللي مع الشيخ اللي بيساعد الشيخ الاساسي اللي جايبه ابو صاحبي، وجاب المادة دي وكبها في الحتة دي بالظبط، ووقف صاحبي ورش حوالين صاحبي دايرة من الملح. والشيخ فضل يقول أقسم عليكم العفو والسماح عما صدر من بني الإنس، أقسم عليكم العفو والسماح عما صدر من بني الإنس. وفي مرة واحدة صوت صرخات طلعت من المقابر، صرخات هزت المكان، وكلنا بلا استثناء حسينا بالرعب. ومرة واحدة الدنيا سكتت وصاحبي فاق وهو بيطلع نفس الشعر من بقه، بس بعدها طلع واتكلم وقال أنا فين؟ وكأنه كان طول الفترة اللي فاتت دي في عالم تاني خالص عن العالم اللي احنا عايشين فيه. جريت عليه قلت له انت كويس؟ قال لي كويس، هو حصل ايه؟ قلت له انت مش حاسس ولا فاكر اي حاجة؟ قال لي لا. والشيخ قال يلا من هنا خلاص،
الموضوع انتهى. وحاولوا ما تبصوش وراكوا واحنا طالعين مهما يحصل، اوعوا حد فيكوا يبص وراه. هم هيبدأوا الطقوس بتاعة الجنازة دي تاني. مهما يحصل محدش يبص وراه، انا بحذر التحذير الاخير. لو اتكررت تاني مفيش عفو ولا سماح منهم. وطلعنا، واحنا ماشيين طلعنا وركبنا عربية ومشينا كده، وخدنا ملف وراجعين وهنعدي على باب المقابر تاني. الفضول جوايا كان رهيب ان انا ابص، بس كلام الشيخ كان بيرن في وداني: اوعوا حد يبص على باب المقابر. واحنا ماشيين بطرف عيني ومن غير ما اقصد شفت نفس الشخص، الراجل اللي عنده في رجليه حوافر ولابس اسود، والطرحة او الشال لابس اسود، وكأنه حرس بيبص علينا وبيراقبنا ان احنا هنمشي فعلا من غير ما نبص. ورجعنا البيت كل حاجة رجعت طبيعية. تخيل حكواتي ان لما الجن عندهم بيموت بيعملوا نفس الطقوس بتاعتنا. الله اعلم. وبس يا حكواتي، هي دي حكاية النهاردة. متنساش بقى تعمل لايك واشتراك. استناني في فيديو جديد يا حكواتي. مع السلامة. مع السلامة.